قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مش عارفه وجبت بتاعه فراخ ومعرفش ايه المهم وبعت بقى ايه حتتين الذهب وفتحت مشروع الفراخ ده. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الفيديو بقى بتاع اللي انا يعني الفيديو اللي هو اشتغل دلوقتي معرفش اقدم زي محمد انا. بس الفيديو النهارده عن ايه بقى؟ بالصدفه البحته لقيت صبيتي بتكلمني في التليفون اللي هي اخت محمد الكبيره، بتقول لي ايه حزقي فزقي لقيت لك حاجه مستندات. فبقول لها ايه يعني جبتي ايه؟ ما عندك ايه؟ قالت لي ايه؟ لقيت فاتوره الذهب اللي انت مخطوبه بيها. تخيلوا فاتوره الذهب دي من 2000 وكام؟ من 2009 وانا مواليد 94، يعني كان عندي 15 سنه. شوف الراجل خاطبني وانا عندي 15 سنه، كنت لسه صغننه. المهم يعني فاخدني الفضول بقى ان انا عايزه اشوف انا الدهب ده كان كلف على الراجل كام. فبعدين ايه حماته قالت انا عايزه اروح اقعد عند بنتي شويه وانتوا تلاقوكوا عارفين يعني. كنا احنا قايلين ان هي رايحه عند بنتها، فمحمد قال لي ايه اروح اودي امي وكده. قلت له ايه ماشي وهات معاك فاتوره الدهب. فجابوا فاتوره الدهب اهي. تخيلوا الدهب من 2009 كان الجرام عامل كام. كان جايب لي بالظبط عشان عارفه ان محمد يعني كانت الامكانيات وقتها ما كانش فيه خالص يعني كانت الظروف تعبانه اخر تعبانه خالص. فحتى فلوس الدهب دي جوز اخته هو اللي مديها له، يعني كان مسلفها له. فتخيلوا محمد من 2009 جاب لي دهب بايه وانا كنت عارفه ظروفه. وطبعا ايام زمان لما كان يبقى فيه شبكه ولا حاجه من دي طبعا الاهل يساعدوا، تروح بقى تنقي الورده اللي فردة الشبشب اللي مش عارفه ايه. فلك مني عارفه ان محمد هيستلف فلوس الذهب، فكنت لا انا عايزه حاجات رقيقه، مع ان انا ايه ولا عايزه رقيقه ولا حاجه. فكنت بنقي حاجات اصلا مش معروفه، وادي ورده ولا تفه ولا ايه. جبت خاتمين مالهمش معالم عمري ما انساهم. منهم خاتم كان يعتبر نقشته ورده، ومنهم خاتم كان مكعبل كده عامل زي شخة الحمام ودبلة يمكن كان جرام وقتها. وايامها ما كنتش لابسه حلقه، لان انا من صغري ما بحبش الحلقان وكنت لسه صغيره، كنت 15 سنه. فكان معايا حلق دبله اللي هو الحلق العادي ده، وكنت عشان ما بحبوش كنت بطبقه على ودني، افضل اطبقه وافرده لحد ما اقطمه. فكنت قلع الحلق، وامي بقى من كتر ما انا ما تجيب لي الحلق واكسره ما بقتش تجيب لي حلقان خلاص. فبعدين ايه لما جه بقى محمد اتقدم له كده جه جوز اخته قال هي علا لابسه حلق. فقالوا له خلي رد، قال له لا، قال خلاص هنجيب حلق ودبله وختمين. فقلنا ماشي. بعد ما مشوا بقى طبعا عارفه الراجل بقى ما معهوش. بعدين رحت قايله لابويا هم هيلبسوني الحلق ولا ايه؟ عشان اما اتجوز حماتي تقول كنت لمضه جدا وانا صغيره، يعني اللمضه ما اتغيرتش. عشان حماتي تقول ايوه ده احنا اللي صاغناه. لا بابا انا مش عايزاهم يجيبوا لي الحلقه. فبابا راح بص لي كده وقال لي انت عيله صغيره بس بيطلع منك كلام كبير، خلاص انت معاكي حق، انا مش ايه انا اللي هجيب لك الحلقه على حسابي. وكلم الجماعه وقال لهم ايه ده انا هجيب الحلق لعلا وكده، فانتوا هاتوا الدبله والختمين بس. وايام زمان كان في اماره في الناس وانا الحمد لله ابويا ما كانش طماع خالص، ولا كنا احنا بتوع فلوس، ولا كان عالم شقيانين يعني. فاللي هو جه هيخطبني وهو ابويا ما كانش مقتنع، بس حماتي جابت كان موسم المشمش والبرقوق واحنا عالم على قدنا، يعني كنا على قدنا وهم على قدهم، بس يعني هي جايه تخطب بقى فعايزه بقى تجيب حاجه حلوه بقى. راحت جايبه لك رازعه لك 5 كيلو مشمش و3 كيلو برقوق. كان ممكن البرقوق والمشمش دول يجوا كده يعدوا على الموسم يعدي كله ما ندوقهوش وبعدين جايبه بقى مشمش وبرقوق ومعرفش ايه. فابويا جاي من الشغل، كان شغال شغلانتين بقى، كان شغال في الشرطه وكان شغال سواق على العربيه ميكروباص. ابويا جاي من الشغل بقى فلقى ايه خالتي عندنا وبتقول له ايه ده في عريس جاي متقدم لعلا. قعد يضحك. طبعا علة ايه دي اللي عريس جاي متقدم لها؟ دي في ثالثه اعدادي ولسه عيله صغيره، وما كنت بصوا كنت لمطت الدنيا فيا ولا ادي الجواز ولا شكل جواز ولا شكل حد يتجوزها، لسه عيله بمعنى الكلمه يعني. فبعدين رحت انا قايله له انت عارفه يا بابا
اللي جم يتقدموا دول جايبين معاهم ايه؟ قال لي مشمش وبرقوق. قال لي موافق. لما الدخله مشمش وبرقوق، لا ده انا موافق. بس يعني هو ابويا اما قابل محمد بقى حب محمد واسترجله، قال بني ادم محترم ومكافح. واحنا يعني انا ابويا مش بتاع اللي هو لا احنا تعبانين فجوز بنتي لواحد مبسوط عشان يبسطها، ما بتتحسبش كده. خمنوا كده الذهب كان كام؟ يعني انا مش عارفه انتوا كتبتوا ولا انا قلت لكم خمنوا كده الذهب من 2009 كانوا كام؟ جاب لي دبله وختمين بكام يا جماعه؟ تخيل. انا بس عايزه ايه؟ عايزه يكون واضح قوي، فهقرب لكم. شوفوا شوفوا اسمي اهو، اهو علا بركات مبروك. الله يبارك فيكم ونلم نفسنا تنمر. مش عايزه. ها علا بركات مبروك، الله يبارك فيكم. بصوا كان جايب لي 9 جرام ونص، شايفين؟ ب 1530 جنيه. ارخص خطوبه، مش حق الحاجه الساعه دلوقتي. بصوا يعني 9 جرام ونص 1530 جنيه. كده الجرام كان واقف بكام؟ ال9 جرام ونص دلوقتي يعملوهم 50,000 ويمكن معديين 50,000. هو كان جايبهم ب 1350. وتخيلوا يعني من الوقت ده من 2009 كانت ظروف محمد ما تسمحش ان هو يجيب الذهب ده، ومع ذلك يعني ما كانش فيه اي تدقيق ولا مثلا اي حاجه من دي. انا بقى عامله لكم الفيديو ده ليه؟ عامله لكم الفيديو ده عشان اقول لكم ان يعني مش كل حاجه ذهب ولا كل حاجه فلوس. شوف انا دلوقتي بقالي 13 سنه متجوزه اهو، 13 سنه متجوزه محمد. الاول حاجه الدبله والختمين دول الله يرحمهم انباعوا في ايه بقى؟ انصرفوا في ايه بقى؟ ال9 جرام ونص اليتامى الغلابه دول. طبعا انا لما اتجوزت محمد، طبعا محمد بتاع فول وطعميه وكلنا عارفينه، وكمان ما كانش عنده محل، كان بيسرح الاسواق يبيع فول وطعميه في الاسواق. كان بيطلع مثلا 3 اسواق في الاسبوع. كان مثلا بياخد مصروفه يوم الاحد، على ما يجي علينا الاربع ما معناش فلوس نسوقه اليوم الخميس اللي هو يوم الطبيخ. وكانت حياتنا صعبه يعني فوق الوصف. فحاولت ان انا ايه اساعد معاه في الاول. عملت مشروع اللهم صل على النبي، عملت مشروع فراخ. اجرت محل وجبت برميل وعملت له حنفيه علشان المحل ما فيهوش ميه ومش عارفه، وجبت بتاعه فراخ ومعرفش ايه المهم وبعت بقى ايه حتتين الذهب وفتحت مشروع الفراخ ده. خلصوا حتتين الذهب وخسرت الفراخ. ليه بقى؟ طبعا احنا كنا شغالين على الله ان شاء الله، ما نعرفوش اي حاجه في الموضوع. وما فتحت الفراخ كنت فاتحاها في الحر، والفراخ البيضه دي ملهاش عمر. كنت اقفل الساعه 2 ميعاد محمد ما بيروح من السوق عشان اروح اغديه، وارجع الاقي فرخه قد كده ميت. واللي فاتحين بقى مشروع الفراخ عارفين اللي المحلات الصغيره اللي هي بتجيب قفص فراخ ولا قفصين بالكتير تسترزق منه بيبقى مكسبها ايه؟ فرخه. فانا لما اروح وارجع الاقي اكبر فرخه ميته، اللي هو اكتر من المكسب اللي كان هيطلع لي. وطبعا انا مبشره ومفيش مشروع ادخله يا حبايب قلبي لما ربنا يديه من وسع. الفراخ في الوقت ده ولعت نار والناس كلها بطلت تجيب فراخ. وبعد الفراخ اصرف واكل في عليقه وتموت من الحر ومعرفش ايه، والدنيا ما نجحش معايا واتبهدلت وشفت الذل والهوان. وخصوصا ان انا اصلا يعني كنت من التعليم على الجواز ولا افقه اي حاجه ولا بتاعت مرمطه ولا عارفه اي حاجه. فراحوا حتتين الذهب الحلوين دول في مشروع الفراخ. طبعا سعينا واشتغلنا تاني وعملنا مشروع تاني، فتحنا محل فول وطعميه في منطقه عندنا على السرجه برضه بالدين. برضه حد فتحه لنا يعني دفع فلوس، جاب لنا عده، جاب لنا فول، جاب لنا مش عارفه ايه. برضه لقينا نفسنا بنشتغل لله وللوطن. يا دوب اللي بنشتغلوا بيه بيجيب ميه وايجار ونور اللهم صل على النبي والبضاعه. طب احنا بنفحته طول الشهر في ايه؟ واللي يشتغلوا بيه نحطوه، نيجوا نطلعوا البضاعه اللي صرفناها والميه والنور والايجار ما نلاقيش مكسب، ما نلاقيش حرفيا ما نلاقيش. وما نبنيش بقى غير اني بقى كل يوم الفجر اشحطط واشيل العيل كان ملك صغير كده اشيله على كتفي واروح افتح المحل انا ومحمد وهو يقلي وانا ابيع جوه على البنك. ودلقنا الدم وفي الاخر لقيناه مش جايب همه ولا حتى يدخل لنا اللقمه اللي احنا هناكلوها. فطبعا رحنا قافلينه.
كان في شغل بطاطس في الشركات كده، بيروحوا يعبوا البطاطس اللي هي الحلوه لوحدها والصغيره لوحدها والمعفنه يرموها ومش عارفه ايه. ورحنا اشتغلنا برضو في الحاجه دي، برضو بهدله ومرمطه، والعيال كانوا صغيرين والعيال اتمرمطوا مني مرمطه جامده، وما قدرتش انا اصلا على الشغلانه دي خالص، كانت بهدله بمعنى كلمه بهدله. فحاولت يعني، احنا حاولنا في كافه الطرق ان احنا يعني نساعد نفسنا على الحياه، لان الدنيا كانت غاليه والواحد ما هوش عارف يعني يكفيها ازاي، وعيلك بيبقى قدامك عايز يكشف برضو. انا شفت حياه صعبه يعني، ما كانش بالساهل والله العظيم. تخيلوا يعني يجي عليكي الحد، يجي عليكي الاربع ما معكيش فلوس. كان الاسبوع كانت حماته بتدينا الاسبوع 310 جنيه، يعني في الشهر كام؟ 1200 ولا 3 في 4 ب 12، 1200 جنيه في الشهر. طبعا مع عيال ومسؤوليه، وانا بحمل وكشوفات ودكاتره ما كانوش نافعين اصلا. فالواحد تعب في حياته كتير وكنا راضيين، وكانت عيشتنا زي العسل والله العظيم، وما اضطرناش نلجأ للسوشيال ميديا الا بقى لما كان للكورونا رأي اخر، والكورونا طلعت علينا بزوابعها، وطبعا دخلنا في ازمه ان احنا مش عارفين ايه، مش عارفين نشتغل. كورونا جت قفلت الاسواق. هل عايز بقى قصه الكورونا واحنا عملنا ايه عشان نطلع على الميديا، وازاي اضطرينا ان احنا نطلع على الميديا؟ انا ممكن ابقى احكي لكم فيديو تاني، بس انا مش عايزه اطول عليكم. المغزى من الرغي اللي انا رغيته ده كله ايه؟ المغزى من الرغي اللي انا رغيته ده كله ان يعني انا ملاحظه ان الفتره دي يقعدوا يقول لك ايه، عايزين دهب بالشيء الفلاني، وعايزين شقه بالشيء الفلاني، والعروسه تروح ما ترحمش اهلها. انا ابويا مات وعليه كمبيالاتي، يعني امي كملت سداد في الكمبيالات بعد ابويا ما مات. وكانت قيمتي بكام؟ ب 94,000. انا كده كنت عامله ايه؟ كنت مولعه الدنيا كنت كده جايبه اطقم ما حدش جايبها. دلوقتي تبصوا لجهاز العروسه بالمليون جنيه وبال 800,000 وب 400,000، الناس اللي على حالهم نص مليون، اللي على قد حالهم. فالدنيا يعني والله العظيم، يعني انا عندي لحد دلوقتي، انا متجوزه بقالي 13 سنه، عندي عزال ما اتفتحش. فليه نقعد نكركب في عزال ونقطم وسط الراجل والعيل من دول الراجل من دول، على ما يعمل شقه على النظام الجديد ويعمل انا على فكره شقتي اللي في بيت العيله كانت اوضه وصاله ومطبخ وحمام، كنت بخش المطبخ بجنب لو حد بيعمل حمام ممكن يطلع دماغه من الحمام وهو قاعد على القعده. كانت قد علبه الكبريت، وكانت زي العسل وجميله، مليانه راحه نفسيه، ومليانه الفلوس ليها دور وليها عامل، وكنا ما نبقى محتاجين ان احنا نجيبوا حاجه وما نعرفوش كنا بنزعلهم. ولكن شوفوا يعني مش بالفلوس خالص، ولا بالذهب، ولا بالشقق، ولا باي حاجه. لو البني ادم كويس وابن حلال واهله ناس طيبين ولاد حلال، ما تقطموش وسطه، ما تصعبوش على الشباب. وانت كمان يا حبيبه قلبي برضو مش لازم اجيب 4 8 13 15 طقم واجيب مش عارفه ايه. كل حاجه تقدري تعمليها بعد الجواز. لو ربنا كاتب لك شيء هتشوفيه، لو ربنا كاتب لك السعد كله هتشوفيه. بيقول لك خدوهم فقراء يغنيكم ربنا. فمش هنصعبها بقى على الشباب ونقعد انا عايز ذهب وعايز ستاير وعايز اوض من الحته الفلانيه وعايز معرفش ايه. فما نصعبهاش عشان الدنيا بقت صعبه وعشان القرف اللي احنا بنشوفه اصلا، والمخدرات والاغتصابات والعيال اللي بيهتك عرضها كل يوم. ما كل ده من ايه؟ كل ده من الانحلال اللي احنا فيه. كل ده من ان ده شاب عايز يتجوز، فانا عشان اتجوز عايز لي 3 مليون 4 مليون جنيه. ده الطبيعي عشان اجيب شقه واجيب عفش واعمل فرح واجيب ذهب اقل حاجه. طب هو هيعمل ده منين؟ يا بيشرب مخدرات وينتول على عينه فيعمل حاجات كلها لا اخلاقيه ويبهدل نفسه ويبهدل ولاد الناس معاه، يا اما بقى بييأس، يا اما بيتغرب، يا اما بيتنيل. حديث عن النبي هختم بيه الفيديو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه، وخدوهم فقراء يغنيكم ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله.